السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل سعادة. متابعين هتخس معايا بتوضحوا وحشتوني جدا جدا جدا، وتعالوا بينا على معلومة سريعة جدا. إيه أفضل وقت للرياضة؟ أفضل وقت للرياضة اللي يقدر جسمي يستفاد بيه وأقدر أنزل أحرق كده من الدهون مباشرة. أولا مبدئيا كده اعملي رياضة في أي وقت في اليوم كله زي ما أنت عاوزة، ولكن ناخد بالنا كويس جدا. لو فطرتي هتستني ساعة، لو اتغديتي هتستني ساعتين، لو اتعشيتي هتستني ساعة، عشان الفطار والعشاء خفيف. الهضم بيحصل بسرعة، ممكن ياخد ساعة. الغدا بيكون تقيل شوية فبنستنى ساعتين، وابدأ العبي. طب لو قبل الأكل العبي براحتك قبل الأكل مباشرة. طيب يبقى كده الرياضة مسموحة لينا في أي وقت في خلال اليوم. طب اللي عايزة بقى تجيب من الآخر وتعرف أفضل وقت للرياضة اللي هيجيب معاها بقى نتيجة إيه من دهون الجسم مباشرة، على الريق الصبح قبل الفطار. الصبح لما بنصحى من النوم بيكون الجسم خلاص خلص الطاقة بتاعته كلها، فضي المعده بقى فضيت، واحنا نايمين طول الليل، وطبعا احنا ماشيين على نظام اكل صحي، فبالتالي خلاص المعده بقى فاضيه. طيب هصحى من النوم ابدا امشي اعمل رياضه. هنا الجسم بياخد مصدر الطاقه بتاعته من مخازن الدهون مباشره، فبالتالي هيجيب نتيجه حلوه جدا مع بطننا، هيجيب نتيجه جدا في مقاساتنا، في شكلنا، في حجم محيط البطن، في المقاسات عموما. ولكن ده للناس اللي هي ظروفها تسمح بانها تلعب رياضه قبل الفطار مباشره. ظروفك ما تسمحش يبقى معانا طول اليوم، ولكن بالتعليمات اللي احنا قلناها في اول الفيديو. عندك سلم في البيت، اطلعي وانزلي السلم، نط حبل، اعملي زومبا، امشي نص ساعه، اي رياضه، اي حركه. لو انت بتشتغلي انزلي بدري نص ساعه وامشي نص ساعه قبل ما تروحي الشغل. وانت راجعه من الشغل امشي ربع ساعه كمان. طيب في سؤال مهم بالنسبه للرياضه اتكرر كتير جدا. النص ساعه او الساعه اللي ليها رياضه في اليوم دي هوايه لازم اخدها يعني على بعضها؟ يعني ما ينفعش هبه كده خلاها متقطعه؟ ينفع جدا جدا. ما بصوا ما تزنقوش الدنيا وما تخنقوش الدنيا مع نفسكم. المهم اتحركي ان شاء الله يا رب. كل شويه قومي امشي 10 دقائق، وبعد ساعه امشي 10 دقائق تاني، وبعد 3 4 ساعات امشي 10 دقائق تاني. يا ستي امشي ربع ساعه الصبح وربع ساعه بالليل وربع ساعه في الظهر. المهم امشي، المهم اتحركي، المهم اعملي رياضه، خلي حياتك نشيطه. بلاش الروتين ان احنا على طول قاعدين ده. فالرياضه اي وقت زي ما انتوا عايزين، ولكن ناخد بالنا ان احنا عشان نخلي بعد الفطار بعد الغداء بعد العشاء، عشان المعده بتكون في الوقت ده الدم كله رايح للمعده عشان الهضم، فعشان ما نعملش عسر هضم، وده مش مطلوب في نظام الرجيم بتاعنا. فبالتالي نستنى بعد الفطار بساعه، بعد الغداء بساعتين، بعد العشاء بساعتين، وافضل وقت قبل الفطار على معده فاضيه. يا رب اكون الفيديو كان مفيد ليكم. استنوني في معلومه تانية سريعه جدا جدا جدا. ولو في حاجه حابين اتكلم فيها في التعليقات اكتبوا لي في التعليقات، ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات بالمواضيع اللي انتم بتحبوها واللي انتم عاوزينها. ولو في اي اسئله اكتبي لي برده في التعليقات هرد عليكي. واشوفكم على خير في الفيديو القادم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.